السلام عليكم. بطاية أو دكر بط زي ما بيقولوا. تخيلوا السعر كام بجد يعني حاجة بقت جنان. 400 جنيه أهو. تخيلوا بطاية أو دكر بط زي ما بيقولوا ب400 جنيه. هل ده ليه دعوة بالدولار أو بالغلاء العالمي أو بالدولة أو لأ، ده اسمه طمع وجشع. هو ده اللي بتكلم عنيه. في تقصير من الدولة طبعا في محاربة الغلاء زي ما بنقول كل مرة. في غلاء عالمي برضه سبب في الغلاء في مصر، لأن الغلاء في كل مكان مش في مصر بس، وهكذا. لكن لما يكون حاجة زي كده، لأ بجد ده ليه علاقة بالطمع والجشع. مفيش حد بيراعي ربنا، مفيش حد بيرحم حد. الناس أهم حاجة عايزة تكسب وتجيب فلوس كتيرة قوي. ده كل هم الناس يعني دلوقتي. فأنا زي ما بقول بحب أتصور حاجة زي كده عشان فعلا تعرفوا إن في طمع وجشع لا حدود له، والناس مش بتتقي الله في بعضها وما بنرحمش بعض. ولذلك احنا شايفين اللي بيحصل ده ايه. يعني حرام كده، حرام. الناس تخف شوية على بعضها وترحم بعضها شوية وتتقي الله في بعضها. الفلوس مش كل حاجة. ياما ناس معاها فلوس وعايشة مش مرتاحة. واحد بيجيله شوية مرض بيصرف فلوسه كلها على المرض وما استفادش غير انه قاعد بالمرض. طبعا المرض ده بيبقى نعمة من ربنا مديه للإنسان يكفر بيه ذنوبه. لكن احنا بنقول يعني محدش هياخد معاه حاجة وهو ماشي. الإنسان في ثانية بيموت، والموت ملوش دعوة بسن كبير سن صغير، بصحة بمرض. فعايزين نراعي بعض يا جماعة، نرحم بعضنا. في حاجة اسمها حاجة زي كده يعني، مين يقول كده؟ وحاجة زي دي بتيجي لظروف معينة يعني. طبعا مش محدش يعني الأيام دي مفيش رفاهية للحاجات دي، بس أحيانا تحكم عليك الظروف كده يعني. ربنا يرحمنا برحمته. وانا قلت بس اوريكم شوف زي ما بقول دايما. اصل مش هنقعد نقول ده الدولة هي السبب، ده الغلاء العالمي. لا، في نسبة كبيرة من الجشع والطمع سبب ان الاسعار بتوصل للحالة دي. يعني ليه حاجة زي كده بتوصل ل400 جنيه ازاي يعني؟ والكيلو تقريبا ب125 جنيه. ليه خير؟ وانا زي ما قلت هي دي حاجة مش الناس كل يعني احنا ما بنجيبهاش ولا حاجة. ده دي بالظروف زي ما بقول، لان حرام يعني حاجة زي كده تيجي بصراحة يعني. فربنا يعني يرحمنا والله برحمته. كل الناس لو تراعي بعضها الدنيا هتمشي كويس والله. يعني هتبقى معقولة شوية. لكن هيبقى من ناحية، من كل ناحية ده يبقى حرام. فنفسي بس هو نداء للناس يعني بلاش طمع زيادة عن اللزوم يا جماعة. بلاش الجشع الزيادة عن اللزوم ده. لا، نرحم بعض شوية عشان ربنا يرحمنا. انا قلت حاجة كده فيديو سريع بس اوريكم. انا صورته عشان بقول لك طمع وجشع الناس وصل لاقصى درجة. والى ان نلتقي في فيديو اخر اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.